بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة بارت 3. اتكلمنا في بارت 1 عن أول 3 أتاكس، بارت 2 اتكلمنا عن 4 و5. إن شاء الله النهاردة نتكلم عن أتاك رقم 6 وأتاك رقم 8. أتاك رقم 6 بيكلمك عن الهيدن فيلدز، أتاك رقم 8 بيكلمك عن الكوكيز. هنتكلم النهاردة عن الستيت والستيتلس وهنعرف الفرق ما بينهم حالا. اول حاجه الصوره ديت بتوضح لك هنا اول حاجه بيوضح لك ايه، بيقول لك ازاي الابليكيشن بتاعك شغال. فانت اول حاجه انت عندك الكلاينت سايد اهوت، انت ده جهازك اهوت، بيقول لك ده جهازك انت، الكمبيوتر الموبايل التابلت دوت عليه البراوزر بتاعك. تمام، دوت بيعرض ال HTML، بيشغل الجافا سكريبت، بيبعت الريكوست. اهم حاجه اللي انا ايه، ببعت الريكوست اهو، انا ببعت الريكوست فوق اهو. تمام. تاني حاجه الانترنت دوت قال لك ان الطلب، ان الريكوست دوت بيعدي على خلال الانترنت، خلال الراوترات الشبكات. يعني الطلب مش بيروح فجأة للسيرفر، لا ده بيعدي مجموعة أجهزة. تمام. بعد كده يبقى بدأنا بالكلاينت سايد، بعد كده الانترنت، بعد كده نخش على السيرفر سايد. السيرفر سايد ده جواه 3 حاجات. أول حاجة الويب سيرفر. الويب سيرفر دوت اللي هو ممكن يكون أباتشي أو نيجكس. دوت بيستقبل الطلب، بيشوفه مثلا هل هو HTML أو لا، أو ولا محتاج كود، وبعد كده يخلصه يوديه على الابلكيشن سيرفر. دخل على الابلكيشن سيرفر اللي هو مثلا PHP، نوت جي اس، البايثون، بينفذ الكود وبيفهم الطلب وبيحدد هيرد ازاي او هيرد بايه. بعد كده الداتابيز، تخزن البيانات بتاعتك. وبعد ما بتخلص بقى تقوم ترجع البيانات تاني للابلكيشن سيرفر. الرجوع بيكون ازاي؟ بترجع من الداتابيز، بعد كده بتخش على الابلكيشن سيرفر، بعد كده الويب سيرفر، بعد كده الانترنت، بعد كده الكلاينت البراوزر اللي هو الكلاينت سيرفر. يبقى دوت ازاي الابلكيشن بتاعك شغال. هنيجي نشوفه هنا بصورة احسن برضو. هنا مرقمهولك، بيقول لك انت عندك رقم 1، انت بتبعت ريكوست. انا بعت ريكوست اهوت. لما تكتب URL وتضغط على الزرار تبعت الفورم، انت بعت ريكوست. رقم 2 بيقول لك ان الDNS دوت اللي احنا اتكلمنا عنه، اللي هو بتاع الشبكات اللي يتحول لIP عن طريق الDNS. رقم 3 الريكوست يوصل للسيرفر. رقم 4 بيقول لك ان الويب سيرفر بيشوف الملف جاهز ولا لا. بعد كده رقم 5 هنا اهوت، بيقول لك ان السورس يطلع من هنا، الملف دوت جاهز ولا، اللي هو رقم 5 بينفذ الكود اللي هو رقم اللي هو هنا، اللي هي الجزئية هي نفس هنا بس دي بشكل توضيحي اكتر. بعد كده رقم 6 يروح للداتابيز، هنا هو 6 بيروح للداتابيز. بعد كده 7 لو في ملفات تانية. بعد كده بقى يبدأ يرجع تاني. احنا كده دوت ده الريكوست، يعني اللي نازل دوت، اللي نازل كده ده، اللي نازل كده ده الريكوست. بدأت بالريكوست DNS وهكذا. تبدأ تطلع فوق بقى. اطلع فوق ايه؟ اطلع للريسبونس، الرد. رقم 8 هيرجع النتيجة. رقم 9 الويب سيرفر. رقم 10 الريسبونس. بعد كده رقم 11 قال لك المتصفح هيستلمه. بعد كده رقم 12 هيعرض لك الصفحه. مجرد الصورتين دول بس، انت مجرد بس اعرف الدنيا ماشيه ازاي الابلكيشن شغال، مش اكتر بس. نبدا بقى نخش على حاجه مهمه قوي، ان الويب بيقول لك ان صفحه الويب عباره عن ستيتلس. يعني ايه ستيتلس؟ قال لك ستيتلس ديت يعني مش بيفتكر حاجه. يعني قال لك فورجيتفول يعني بيقول لك ان كل بيج لوحدها live in its own little bubble. يعني ايه؟ ما تعرفش حاجه عن البيجات التانية. يعني كل صفحه لوحدها، السيرفر ما يعرفش انت كنت فين قبل كده، ولا عملت ايه، ولا جيت ازاي. اهو بيقول لك اهو، بيقول لك ان السيرفر ما يعرفش انت كنت فين او ايه اللي انت زرته او انت رايح فين. السيرفر كل واحده مستقله عن غيرها. فالستيتلس دوت بيقول لك هو مفيد، مناسب للبلوجز والنيوز ستيت، يعني مواقع الاخبار والمدونات. بس هو هيبقى كارثه لمثلا لو انت مثلا تيجي تعمل شوبينج كارت او مالتي ستيب فورمز او اوثنتيكيشن او بيمنت، اي حاجه بتطلب اكتر من ستيب معتمدين على بعض، او ميموري او اوردر مثلا، او في ترتيب مثلا. فدوت هيبقى كارثه. يبقى خلاصه السلايد ديت بيقول لك ان الويب عباره عن ستيتلس. الويب فورجيتفول، يعني الويب ما يعرفش انت مثلا بعد الصفحه ديت هتروح فين. هو ملوش دعوه غير بالصفحه اللي هو واقف فيها. طب بيقول لك مفيده امتى؟ قال لك مفيده، بيقول لك هي بيرفكت فور البلوجز والنيوز سايت، اللي هي المواقع الاخبار والمدونات. طب وحشه الشوبينج كارت، المالتي ستيب فورم، الاوثنتيكيشن فلو، البيمنت، اي حاجه بتتطلب ان انت خطوات ورا بعض ومعتمده على بعض. فبالتالي لو انت مثلا خطوه مش معتمد على خطوه فده غلط. فبيقول لك ان الستيتلس، قال لك هي الروت بتاع المشكله. معناها ايه؟ بيقول لك زي ما احنا قلنا ان اي مستخدم يقدر يخش اي بيج في اني تايم، يعني تقدر تخش اي صفحه براحتك. بعد كده تقدر تعمل باك او فورورد او ريلود او بوك مارك، او تقدر ان انت تعمل اي حاجه انت عاوزها. بعد كده بيقول لك ان السيرفر ما عندوش فكره، ما يعرفش انت مين، ولا كنت فين، ولا انت عملت ايه. بيقول لك نو ايديا هو فيوينج البيج. النتيجه بقى، بيقول لك النتيجه اللي انت من غير التراك دوت، من غير الستيت. احنا هنقول دلوقتي ان الحل هنعمل حاجه اسمها ستيت. احنا قلنا المشكله ستيتلس يعني السيرفر ما يعرفش حاجه عن غيره. تمام. فبيقول لك انت من غير الستيت ديت هيحصل لك شويه سيناريوهات. ممكن مثلا
تدخل صفحه تم الدفع من غير ما تدفع. يعني بيقول لك تدخل تم الدفع من غير ما تدفع. يعني انت مثلا بتعمل حاجه فانت هتدفع من غير هيظهر لك تم الدفع، بس انت في الحقيقه انت ما دفعتش. بيقول لك انت ممكن تاكسس الادمن بيج، يعني ممكن تقدر تدخل صفحه الادمن بيج من غير اوثنتيكيشن. بيقول لك انت ممكن باي باسنج مالتي ستيب بروسيس، يعني ممكن تتخطى خطوات مهمه. يعني مثلا لما تيجي تسكيب مثلا اللي هي كريدت كارد وتخش على اللي بعدها وهكذا. فبيقول لك ان الويب ما بيقفلكش الابواب، لا ده التطبيق الابلكيشن هو اللي لازم يقفلها. نيجي بقى للحل. قال لك الستيت عشان نعالج المشكله ديت، قال لك الديفلوبر بيعملوا حاجه اسمها ميموري ارتفيشال، يعني اسمها ستيت. يعني من الاخر الستيت دي ذاكره صناعيه، يعني بنخزن فيها، بنخلي البيانات تخزن فيها انت مين وفي اي خطوه وبتعمل ايه. فالستيت ديت بيقول لك ان الستيت هي السيرفر، او يعني معنى كلمه ستيت ممكن يجي في الامتحان مثلا يقول لك ايه الفرق ما بين الستيت والستيتلس. اتفقنا فوق ان الستيتلس هي ايه؟ قال لك doesn't، أو اشرحها بقى، قول لي ان هي ايه forgetful by design، وان هي كل بيتج بتكون في live in its own little bubble، او doesn't remember، ما تعرفش انت عملت ايه. ديت الستيتلس. تمام. الستيت بقى بيقول لك الستيت السيرفر او الكلاينت بيخزن معلومات عن الابس. يعني انا بخزن معلومات، بخزن حاجه اسمها السيشن اي دي، اليوزر رول، الكارت كونتنت، الفورمز ستيب نمبر، رقم الستيب نمبر عشان ابقى فاكر انت كنت فين. طب الستيت دي بنخزنها فين؟ اللي هو الحل بتاعنا ده، يا اما بنخزنها في الهيدن فيلدز، يا اما بنخزنها في بارامتر، يا اما في كوكيز، يا اما في سيشنز، يا اما في لوكال ستورج. فاحنا الديفلوبر ازاي يضيف الستيت دي بقى؟ فالديفلوبر بيقول لك ان هو يقدر يضيف الستيت عن طريق ثلاث حاجات. الهيدن فيلدز، قلنا الهيدن فيلدز ان هي حقول مش موجوده في الفورم، او الكوكيز، او السيشن، او السيرفر سايد ستورج. تمام. فبس هنا في مشكله، ان هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت كل ما بتزود الستيت كل ما تفتح باب لثغرات جديده. ودوت كانت زي ما كان هنا كده، كان بنفرش البدايه للاتاك رقم 6 اللي هو الهيدن فيلدز. هنتكلم بقى على الاتاك اللي هو هيدن فيلدز. ايه الهيدن فيلدز دوت؟ اتفقنا ان الهيدن فيلدز ديت اللي هي الحقول المخفيه اللي بتخزن فيها ايه؟ بتخزن فيها الستيت. مش اتفقنا ان احنا الستيت دي بتخزن حالة الموقع؟ الموقع مثلا عارف كل حاجة انت عملت ايه. فنخش على الاتاك رقم 6 اللي هو الهيدن فيلدز. قال لك يعني ايه هيدن فيلدز؟ قال لك الهيدن فيلدز ديت زي ما خدنا في الويب، اللي انت مثلا عندك الانبوت بيبقى نوع هيدن، دوت بيبقى هيدن. بيخزن ايه؟ بيقول لك في الاغلب ان هو بيخزن الريكوردات بتاعت الداتابيس اللي انت عايز تعمل لها ابديت. على سبيل المثال بيقول لك بيخزنوا فيه مثلا داتا زي البرودكت اي دي، البرايس، الكوانتيتي، الانترنال ستيت. بيقول لك انت ما تقدرش تشوفها موديفايد باي يوزر. بيقول لك بياخد معاه الحاجه من البيج للبيج، او من البيج للسيرفر، شايل المعلومات. بس خلي بالك بيقول لك في حاجه مهمه تحت. بيقول لك انت الحاجه مش باينه لليوزر، بس هو فيزابل وتقدر تعدلها بالديفلوبر تولز. يعني لو انت عملت كليك يمين وعملت انسبكت هتقدر تجيب الهيدن فيلدز. تمام. طب ازاي اعمل الهيدن فيلدز؟ ازاي نبدا نطبق الهيدن فيلدز؟ اول حاجه عندك طريقتين، الميثود الاولانيه والميثود الثانيه. الميثود الاولانيه اللي هي الطريقه العاديه جدا، اللي انت تفتح البيج سورس وتعمل تفتحها، وبعد كده تسيرش عن كلمه هيدن، هيطلع لك كل الهيدن، الانبوت هيدن اللي عندك. دي الطريقه الاولانيه، كليك يمين بعد كده تدور على الهيدن. طب الطريقه الثانيه البراوزر ديف تولز، اللي انت تستخدم الدوم انسبكتور، اللي انت برضو تعمل ايه؟ من الكونسول بتكتب الكود دوت، السطر، كام سطر الكود دوت، بتقول له ايه؟ باستخدام اللي هو الدوم انسبكتور. بتقول له الدوكيومنت دوت كويري سيلكتور اول. يعني ايه؟ يعني انت هتخش على الدوكيومنت دوت وتقول له سيلكتور اول، هتختار كل اللي انبوت التايب بتاعه هيدن. يعني هو كده انت اي حاجه التايب بتاعها هيدن هيختار. بعد كده تعمل فور اتش بقى، هيلف عليهم كلهم ويطلع لك هيطلع لك الاسم والفاليو. هنا الشرح بتاعها اهوت بيقول لك انت ايه؟ الدوكيومنت دوت كويري سيلكت اول دوت بيقول لك ايه؟ بيقول لك كل الانبوت اللي هي هيدن هتطلع لك. بعد كده بيقول لك انت بتعمل فور اتش بتلف عليهم كلهم، بعد كده تعرض الاسم والفاليو. بيقول لك دوت مثال حقيقي، مثال هجوم حقيقي. بيقول لك ان انت عندك متجر مثلا اي كوميرس اهوت، بيقول لك كان حاطين مثلا دوت في الموقع اللي هو البرايس، وعاملين قيمته مثلا 199.99 وتايب هيدن. فالاتاكر عمل ايه بقى؟ اول ما لقى البرايس هيروح غير رقمه من 199.99 لرقم صغير جدا جدا كمان. فهو بعت الفورم وبقى يشتري بقى خلاص برقم صغير خالص. فهو هنا اهوت بيقول لك اهو انت ممكن تعمل، أو ممكن هنا الاول طريقه، اول طريقه انت ممكن تروح تتغير الرقم ده، او ممكن تدور عشان تجيب دوت، بتقول له دوكيمنت دوت كويري سيلكتور برايس وتغلي الفاليو بتاعته بكذا. او بيقول لك تو ابلاي ذيس تشينج، عشان تطبق عليه وتخلي الفاليو بواحد، هتقول له ايه؟ هتقول له دوكيمنت دوت كويري سيلكتور، دوكيمنت دوت كويري سيلكتور، بعد كده الانبوت النيم، بس النيم هنا ايه بقى؟ النيم هنا برايس. تمام. بعد كده الفاليو تخليها بواحد. بيقول لك اخطر الثغرات اللي ممكن تقابلك. يبقى ديت احنا عرفنا الاثنين ميثود اللي بيطبقوا بالهيدن فيلدز، اللي انت الفيو بيج سورس او البراوزر ديف تولز. وقلنا دوت مثال، يعني قال لك ريال هيدن اكزامبل، يعني مثال واقعي.
تمام. نخش بقى على ايه اخطر الثغرات اللي بتقابلك في الهيدن فيلدز. اول حاجه اول حاجه ان ايه، بيقول لك ان الهيدن فيلدز دوت، بيقول لك ملوش داتا تايب او ملوش بروتكشن، يعني ملوش نوع بيانات او مفيش عليه حمايه. فبالتالي في شويه ثغرات كده ممكن تقابلنا بسبب الهيدن فيلدز دوت. اول حاجه برايس مانيبيوليشن. ايه برايس مانيبيوليشن ديت؟ زي اللي احنا قايلينها، ان انت تغير البرايس، تشينج البرايس. على سبيل المثال، هو الموقع حاطط مثلا البرايس بالسعر دوت، فانت تقوم واخده ومغير بالسعر، مغيره للسعر ده. يبقى اول حاجه برايس مانيبيوليشن. تاني حاجه اسمها كوانتيتي فراود. كوانتيتي فراود ديت اللي انت بتعدل الايتم كوانتيتي، بتعدل الكميه. يعني مثلا الفكره ان انت مثلا عندك هنا مثلا النيم هنا كوانتيتي مثلا، المهاجم بقى يغير الكميه، مثلا بدل 100 يخليها -5، او يعدل الكميه مثلا، او بيعدل الكميه. تمام. فالسيناريوهات ان هو يطلب كميه ضخمه او يدخل رقم سالب ويسبب اوفر فلو. يبقى اول حاجه البرايس مانيبيوليشن، تمام. الكوانتيتي فراود، تمام. تالت حاجه بريفليج اسيليكيشن دوت، بيقول لك ان انت بتتغير الرول. البريفليج بتغير الرول، بتغير الرول، اليوزر رول. ازاي؟ ان الموقع مثلا حاطط النيم رول والفاليو يوزر، انت تروح عاملها ايه، النيم از ادمن مثلا والفاليو فولس، مفيش فاليو، فانت كده لعبت في الفاليو. وهكذا برضو هنا نفس الكلام باستخدام الكويري سيلكتور. تمام. يبقى ديت البريفليج. رابع حاجه السيشن هايجاكينج. يعني ايه سيشن هايجاكينج؟ اللي انت بتعدل السيشن توكنز. في حاجه اسمها سيشن توكنز، قال لك بعض المواقع بتحط السيشن او توكن في هيدن فيلدز، بتخزنها في الهيدن فيلدز، فانت تروح مغير السيشن توكن دوت لمثلا اي حاجه. يعني الفاليو اللي انت عملته هنا اي حاجه اهوت، هنا مثلا اهوت عملوا مثلا ستولين توكن، غير عمل سيشن هايجاكينج. ورك فلو باي باس. ورك فلو باي باس دوت اللي انت بتسكيب ستيب. يعني ايه؟ يعني انت مثلا عندك عمليه ادخال بيانات، تاكيد، دفع، ايصال، انت تيجي مثلا الستيب دي مثلا رقم 2، انت لا تحت تخليها مثلا رقم 4. فانت عملت ايه؟ عملت ورك فلو باي باس، عملت باي باس، عملت باي باس لستيب معينه. تمام. اخر حاجه داتا انجكشن. داتا انجكشن دوت اللي انت اكنك بتحقن الداتا بماليشيوس كود، بكود خبيث. يعني ايه؟ يعني مثلا انت عندك هنا مثلا نيم كومنت ونايس برودكت مثلا، المهاجم مثلا يحط التر هاكد مثلا دوت، التنبيه ان هو مثلا اول ما تفتح او ما تعمل السكريبت دوت بيعمل له هاكد، او يحط مثلا اي حاجه، النتيجه ان هو بيخزن بيانات. تمام. يبقى دوت دي الاشهر الثغرات اللي ممكن تحصل باستخدام الهيدن فيلدز. اول حاجه البرايس مانيبيوليشن، تاني حاجه الكوانتيتي فرود، تالت حاجه البريفليج اسيليكيشن، رابع حاجه السيشن هايجاكينج، بعد كده الورك فلو باي باس، داتا انجكشن. انت كديفلوبر بقى، انت كديفلوبر ازاي تحمي نفسك؟ اول حاجه بيقول لك تجنب الهيدن فيلدز. ما تستخدمش، او لو انت هتستخدمها بيقول لك ما تستخدمهاش للسنسيتيف داتا. يعني ما تحطش في الهيدن فيلدز اي حاجه لها قيمه، يعني مثلا الاسعار، الرولز مثلا، ترتيب الصفحات، الفلاجز، البيانات، اي حاجه بتاثر، اي حاجه بيزنس لوجيك ما تحطهاش في الهيدن فيلدز. دايما بيقول لك اعمل ايه، سيرفر سايد ستورج. بيقول لك خزن الحاجات المهمه على السيرفر، سيرفر سايد ستورج. بعد كده بيقول لك لو انت if you must use الهيدن فيلد، لو انت مجبر تستخدمها فانت هتعمل شويه حاجات. اول حاجه keep الداتا نون سنسيتيف. يعني انت، انا خلاص انا مجبر ان انا هستخدم الهيدن فيلدز، فانا اول حاجه الداتا اللي هحطها فيها ما تكونش سنسيتيف. تمام. لو اتغيرت ما تعملش مصيبه. تاني حاجه بيقول لك اللي هي ديت، اللي هي obfuscate names ديت، او minor determinant only، اللي هي معناها ايه، اللي انت بتغير اسم الحقل دوت، بتخليه مثلا مش واضح. يعني مثلا ايه، بدل مثلا ان هو مكتوب مثلا هيدن هنا مثلا مكتوب برايس، فانت مثلا تخليه ده، فهو مش واضح، ما بقاش واضح، او تخليه ده، فده ما بيمنعش هجوم، ده بيخلي المهاجم بيحتاج يفهم الاول. عشان كده مكتوب minor determinant order. يعني ايه؟ يعني مش حمايه حقيقيه. تمام. يبقى ديت اول حاجه. بعد كده دي تاني حاجه. تالت حاجه بيقول لك encrypt or hash الفاليو، يعني شفر او اعمل هاش للقيم. يعني بدل ما تكتبها كده اكتبها كده، ده التشفير بتاعها. تمام. بعد كده بيقول لك verify value on server. السيرفر لازم يتحقق verify value السيرفر، دي في حالة لو انت هتضطر تستخدم الهيدن فيلدز، هتعمل الاربع حاجات دول. always validate، دايما تحقق، اللي احنا قلناه في المرة اللي فاتت never trust client side data. اي حاجة جاية من الكلاينت لازم تتحقق منها، لازم تعمل validate. ودوت كان الاتاك بتاع الهيدن فيلدز. اتكلمنا في الهيدن فيلدز ان اول حاجة ازاي الاقي الهيدن فيلدز، الفيو بيتش سورس، البراوزر ديف تول. واتكلمنا ان الاشهر الثغرات اللي هم الست ثغرات دول، ازاي انا اقدر اديفنت اللي انا افويد الهيدن فيلدز. سيرفر سايد ستورج، لو انا مضطر استخدمها اعمل الاربع حاجات دول. اولويز فاليديت، اولويز فاليديت. تمام. نخش على الكوكيز. الاتاك رقم 8 الكوكي بواسنج. احنا اتفقنا ان احنا عشان نخزن ستيت يا اما بنخزنه في الهيدن فيلدز يا اما في الكوكيز. ايه هي الكوكيز ديت؟ قال لك من الاخر كوكيز ديت هي سمول بيسز اوف الداتا، يعني قطع بيانات صغيره.
ستورد باي الويب براوزر، بتخزن ايه الستيت خلال السيشن، يعني بتخزن حالتك انت، بتشوف انت مثلا دخلت الصفحه دي عملت ايه، بتخزن الحاله بتاعتك. اهو بيقول لك انت ستور انفورميشن اباوت اليوزر، بتخزن مثلا اللوجن ستيت، الشوبينج كارد ايتمز او البريفرنس. تمام. ايه هي الكوكيز بقى؟ قال لك الكوكيز هي تايني ميموري. قال لك بتخزن ايه بقى؟ بتشيل بقى مثلا حاجه مثلا زي السيشن انفو، يعني مثلا رقم او رمز بيعرفك قدام السيرفر، يعني انت المستخدم اللي سجل دخول من شويه، يبقى دي اسمها سيشن انفو. بتشيل مثلا لوجن توكنز، رمز مثلا بتاخده بدل ما كل مره بتدخل يوزر باسورد. بتشيل حاجه اسمها بريفرنس ديت اللغه، الدارك مود، شكل الموقع، اللي هي السيتنج يعني. بتشيل حاجه اسمها اكسبيريشن تايم ستامب، تاريخ الانتهاء بتاع الجلسه، الرابط، التقرير. بيسموها حاجه اسمها الماجيك ايدنتيفاير، يعني رموز سحريه بتخليك متسجل او مفتوح لك. بتشيل برضو الشوبينج كارتس، بتفتكر انت حطيت ايه في السله. يبقى من الاخر الكوكيز ديت بتشيل ايه؟ بتشيل السيشن انفو، اللوجن توكنز، البريفرنسز، الاكسبيريشن تايم ستامب اللي هي بتسمى الماجيك ايدنتيفاير، وبتشيل الشوبينج كارت. عندنا نوعين، عندنا انواع الكوكيز اكتر من نوع. البريسيستنت كوكيز، قال لك البريسيستنت كوكيز دي بتتخزن على الهارد. بيقول لك انت بتخزنها على الهارد، بتفضل موجوده حتى تاريخ معين. تمام. بتستخدمها في حاجه اسمها ريمبر مي، يعني بتستخدمها في حاجه اسمها ريمبر مي. يعني مثلا بدل ما تدخل يوزر نيم والباسورد بتستخدم البريسيستنت الكوكيز. سيشن كوكيز، قال لك سيشن كوكيز دي بتتخزن في الميموري بس. اول ما انت تقفل المتصفح بتتمسح، يعني هي مجرد سيشن بس، السيشن اللي انت بتفتحها، يعني مثلا لما فتحت الموقع دي اسمها سيشن، دي بتتخزن بس مجرد السيشن. بيقول لك السكيور سيتنج، قال لك لو الكوكي عليها فلاج اسمه سكيور، لو انت حاطط عليها حاجه اسمها سكيور، قال لك المتصفح مش هيبعتها لو انت النوع الريكوست الاتصال بتاعك اتش تي بي اس، يبقى لازم يكون ما يبعتهاش لو عليها سكيور اتش تي بي اس ديت، ان هو يكون سكيور. تمام. يعني الاقي الكوكيز فين؟ قال لك اهوت، تلاقيها فين؟ بتروح كليك يمين، بعد كده تعمل بتختار انسبكت، بعد كده هتلاقيها فوق عندي هنا في الابليكيشن، تخش على الكوكيز هتلاقيها تحت هنا في الكوكيز، تضغط على اي واحده هيطلع لك كل التفاصيل بتاعت الكوكيز اللي عندك هنا. تمام. وهنا برضو نفس الكلام، بيقول لك مثلا على الفايرفوكس بتلاقيها مثلا في ملف اسمه كوكيز تو تكست، بيقول لك ده سنجل ملف واحد فيه كل التكست، فيه كل الكوكيز. مايكروسوفت ايدج مثلا بيقول لك بتبقى متخزنه برضو في المكان دوت، والكروم برضو في المكان ده. تمام. بيقول لك كوكيز بواسطه اتاك. ماشي. بيقول لك ان اللي هي ارت اوف مانوال موديفاي، يعني الهجوم دوت انك تمسك الكوكيز وتعدل فيه بايدك عشان تبوظ اللوجيك. ليه؟ قال لك ليه؟ لان الكوكيز ديت على جهازك انت، على جهازك انت. بيقول لك الاتاكر بيقدر يفتح الكوكيز جار، بيقول لك اكنه ايه، كأن السيرفر سايب ورقة تعليماتك على المكتب وابعتها زي ما هي، وانت تقدر تمسح وتكتب اللي انت عاوزه. او بيقول لك اكنه مثلا اوبن كوكيز جار ريرايت، وتعمل اي حاجة فيها تعدل البريفليج. ازاي نطبق الكوكيز هنتكلم عليها دلوقتي، بس نشوف بس المشكله. بيقول لك الفاندامنتال بروبلم، بيقول لك مشكله، بيقول لك ان الديزاينر اوف الويب نيفر انتندد كوكيز تو بي سكيور. يعني ايه؟ يعني بيقول لك ان اصلا الكوكيز ديت ما اتعملتش للامان، دي معموله ان هي للراحه بس. تمام. فبيقول لك ان الهدف الاصلي ان هي تزود الاتش تي بي بذاكره بسيطه على المستخدم، الحته اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي الستيت. يعني الكوكيز دي مش معموله للامان، لا. ما هو بيقول لك ان هما مش معموله للسكيور، لا، بيقول لك ان هي معموله لايه؟ عشان تخزن الستيت. بس في الواقع بيقول لك ان الكوكيز ديت بيقول لك عشان ما فيش بديل سهل ليها، الناس بدأت تحط فيها بقى حاجات مهمة، اللوجن، السيشن، الصلاحيات، البيانات الحساسة. اهو بيقول لك ان الكوكيز ما فيش بديل ليها، فبقى يخزنوا بيانات مهمة. فبيقول لك حصل حاجة اسمها الكونفيننس يعني الراحة. الراحة جابت سوء استخدام، وبعد كده سوء الاستخدام أدى لثغرات. تمام. فأنت بقى إزاي نطبق الأتاك؟ يعني هو الأتاكر إزاي بيطبق الكوكيز ده؟ أول حاجة عنده، أول طريقة بيعدل حاجة اسمها edit cookie expiry times. يعني إيه؟ يعني بيستخدم المواقع بتستخدم تاريخ انتهاء الكوكي عشان بتحدد لك مثلا مدة الجلسة، مدة السيشن بتاعتك. قال لك لو الموقع سايب المتصفح هو اللي يقرر التاريخ، يعني يقدر يغير الكوكيز. يعني إيه؟ اهو بيقول لك حاجه اسمها السيشن ليميتس. السيشن ليميت ديت بيقول لك لو الويب سايت سايبك اللي انت تعمل، فانت تقدر تعدل فيه. على سبيل المثال بيقول لك انت ممكن تغير مثلا من 30 يوم دوت الاكسباير ديت بتاع الكوكيز دي 30 يوم، انت لا مثلا تخليها مثلا مثلا اي حاجه تانية تمدها 30 يوم كمان، 30 يوم كمان. فبيقول لك ليه بيشتغل؟ بيقول لك الابليكيشن دوت بالتطبيق واثق في تاريخ الكوكي ومش بيراجع. بيقول لك مش بيراجع السيرفر سايد تايم ستامب. من الاخر اول خطوه ديت انت بتعدل الكوكي اكسبايري تايم. يعني هو مثلا بيبقى اديك مثلا لحد 2025، انت تروح معدلها ل 2030. تاني حاجه موديفاي كوكي فاليو، يعني انت بتعدل الفاليو. على سبيل المثال هو قايل لك مثلا ريبورت اي دي كذا، تروح انت معدله. فانت بتاخد الرقم وتجيب التقرير من السيرفر، بيعمل ايه؟ بياخد الرقم بيجيب التقرير من غير ما يتاكد ان هو بتاع نفس المستخدم.
فبالتالي هيشوف حد تاني. ما هو انت مثلا كنت الرقم دوت وحطيت الرقم ده، فده بتاع حد تاني، فهو بيقول لك تسريب بيانات دوت خطير، بيشوف ريبورت حد تاني. يبقى ديت تاني حاجه موديفاي الكوكيز فاليو. تالت حاجه اسمها تمبرنج ريمبر مي كوكي. قال لك مواقع كتير عشان تعمل ريمبر بي بتحط، عشان تفتكره يعني، بتحط اليوزر نيم والباسورد والتوكن. فهو يروح عامل ايه بقى، بيقول لك بيتخزن اليوزر نيم والباسورد، فهو يروح عامل ايه، يغير التوكنز، مثلا ينسخ كوكي مثلا بتاع حد تاني، يعيد استخدام كوكي مسروقه مثلا. او بيقول لك هي الموست كومن ريال وورلد ويكنس، ان هي اضعف حاجه من اكتر الثغرات اللي بتحصل، ان هي التمبرنج ريمبر مي كوكيز. رابع حاجه بيقول لك ليفرج، اللي هي كوكيز اديتور براوز تول، اللي انت مش محتاج برامج، انت مجرد بتخش بتعمل زي ما احنا كده طبقنا في السكشن، انت مجرد بتخش بتعمل كليك يمين وتجيب الابلكيشن وتجيب كوكيز، او بيقول لك كروم بعد كده ابلكيشن بعد كده كوكيز، مش بتحتاج حاجه. يبقى من الاخر عشان اطبق الكوكيز عندي اول حاجه بعدل الاكسباير تايمز، بعدل التايمز الوقت، بعدل الفاليو، بعدل الريمبر مي، وبعمل ليفرج الكوكيز اديتورز ديت. قال لك ان انت مش محتاج حاجه، هي بيلت ان كوكيز انسبكتورز. قال لك هي تمام ماشي تمام. بيقول لك وات ذس اتاك، ايه بقى الاتاكر بيبقى ايه غرضه عشان يعمل اتاك دوت. اول حاجه ايه الهجوم اللي بيخلي الاتاكر دوت بيعمله. اول حاجه ان هو يفضل ستي لوك، بيفضل يعني ايه الغرض، يعني انا ليه عشان اعمل الاتاك دوت، ايه الغرض اللي انا اعمله. اول حاجه اللي انت تفضل جوه، مثلا جوه البتاع ديت، جوه السيشن اطول وقت ممكن، تفضل جوه الحساب اطول من المسموح. يعني هو مثلا بيقول لك ان الجلسه هتنتهي، السيشن بتاعتك اخرها نص ساعه، انت تروح مزودها 5 ساعات، فدوت غرض اللي هو ستي لوك اطول وقت ممكن. تاني حاجه تاكسس اكسبايرد ريسورس، انت تدخل على حاجات المفروض انتهت، يعني مثلا لو حاجه انتهت من قبل كده انت تعدلها وتخش عليه، يبقى تاكسس اكسبايرد ريسورس. تالت حاجه باي باس ري اثنتيكيشن برومبت، يعني تتخطى طلب اعاده تسجيل الدخول. يعني مثلا لو انت لو هتعمل عمليه بتدخل الباسورد مره كمان. تمام، يبقى باي باس ري اثنتيكيشن برومبت. بعد كده فيو سم وان ايلس داتا، مش احنا اتفقنا ان الكوكي فيها مثلا الرقم دوت، ولو حطيت الرقم التاني ده فانت دخلت على حاجه تاني، على كوكيز بتاعت حد تاني، يبقى فيو سم وان ايلس داتا. هايجاك كلامنا، هايجاك ريمبر مين، اللي انت بتخطف جلسة حد تاني. يعني مثلا لو في كوك اسمها كده، انت بتروح مثلا بتحط الاسم دوت وتخطف الجلسة بتاعته. بعد كده بيقول لك تريك سيرفر انتو بليفرنج فيك ايدنتيتي، تخلي السيرفر يصدق الهوية مزورة. يعني مثلا لو فيها دوت، انت مثلا تحط ادمن، فهو هيسيرفر هو واثق فيك لانه هو ايه، واثق فيك. بعد كده elevate privilege، ترفع الصلاحيات، مثلا يوزر تخليه ادمن بدل ما انت يوزر تخليه ادمن، لان انت سهل ان انت تعدل. بعد كده الفاليو تمبرنج، بتلعب في القيم، قال لك موديفاي الاي دي والبرايس. بعد كده الايدنتي ثيفت، اللي انت بتسرق الهويه، ستيل او فورجيف الاوثنتيكيشن كوكي، يعني لو الكوكي هي اللي بتثبت ان احمد او كذا، انت مثلا بتزور كوكي بتدخل بحساب حد تاني. يبقى من الاخر ديت الهدف ده التارجت بتاع الاتاكرز، ان هو عاوز يقعد اطول وقت، عاوز ياكسس الحاجات اللي هي اكسبايرد، عاوز يعمل باي باس للري اوثنتيكيشن، يعمل تسجيل دخول تاني، يشوف حاجه حد تاني، يعمل هايجاك للريمبر مي، يعمل فاليو تمبرنج، يغير الفاليو الايدنتي سيفت، ان هو يسرق الكوكيز بتاعت حد تاني. بيقول لك ايه بقى السلايد اللي بعدها، بيقول لك انت كديفلوبر بقى، ودوت الغرض بتاع الكورس، اللي انت وانت بتكتب كود لازم تخلي بالك من الحاجات دي. اول حاجه بيقول لك ما تعتمدش على الكلاينت سايد ستورد اكسبيريشن، يعني ايه، ما تعتمدش على وقت الانتهاء اللي في الكوكي، ما هو ممكن يكون ان هو متعدل فانت ما تعرفش، فلازم السيرفر يبقى عنده الوقت الحقيقي، يبقى دونت ديبند اون كلاينت ستور اكسبيريشن. بعد كده بيقول لك سيرفر سايد اكسباير لازم يكون اوثوريتيف، يعني ايه، السيرفر هو صاحب القرار، يعني حتى لو الكوكي بتقول حاجه لازم السيرفر هو اللي يرجع للداتابيز ويشوف هل حصل فعلا كده، مش يصدق الكوكي لوحدها. تمام. تالت حاجه بيقول لك ما تخزنش سنسيتيف فاليو في البلين تكست كوكيز، يعني ما تحطش بيانات صريحه، يعني مثلا اليوزر اي دي الرول ما تحطهاش في الكوكيز، لو اضطريت اعمل لها انكريبت او ساين بتعمل حاجه اسمها توقيع رقمي. بعد كده بيقول لك نيفر ستور، ما تخزنش اليوزر اي دي والرولز ودوت ده كله without server side validation. واتكلمنا في الاتاكس اللي فاتت ان لازم تعمل حاجه اسمها server side validation، لازم يحصل validation عن ناحيه السيرفر. بيقول لك كل كوكيز لازم validate on السيرفر، برضو نفس الكلام لازم تعمل validate على السيرفر قبل اليوزر. بيقول لك تجنب اللي انت تستخدم الكوكيز as authentication token، بيقول لك تجنب using cookies as authentication tokens، يعني ايه، ما تعتمدش على الكوكيز كوسيله دخول، الا لو ايه بقى، الا لو معمول لها سايند يعني عليها توقيع، لو انكريبتد، لو شورد ليفد، لو ريجنريتد فريكوينسي يعني بتتغير كتير. تمام.
دوت الكوكيز، وازاي نرجع تاني للكوكيز كده سريعا. اتكلمنا ازاي نطبقها. قلنا اول حاجه بتعدل تمام. قلنا اول حاجه بتعدل الاكسبيري تايمز، بعد كده موديفاي الكوكي فاليو، بعد كده الريمبر مي ازاي، واخر واحده دي تمام. ازاي تتجنبها؟ اللي انت ما تعتمدش على الستوري اكسبرينيشن. لازم تكون اوسيريتيف، وما تخزنش سنسيتيف فاليو في الكوكيز، وما تخزنش الحاجات ديت، تمام، اللي هي الاي دي والرولز. وبيقول لك لازم كوكيز لازم تكون فاليديت. ملخص سريعا خالص. قلنا اتكلمنا عن الاثنين اتاك. الاتاك رقم 6 الهيدن فيلدز، اتاك رقم 8 الكوكيز. الاتاك رقم 6 قلنا بتلعب في الهيدن فيلدز، بتغير السعر الصلاحيات. بيقول لك بتعمله ازاي؟ اللي انت تفتح الديف تولز او الفيو سورس، تبحث عن الهيدن فيلدز، بتعدل، بتعترض بالطلب بالبروكسي، تمام. ازاي تحمي نفسك؟ ما تستخدمش الهيدن من الاول من الاصل اصلا. ما خزن الحاجات المهمة على السيرفر. اعمل إعادة حساب للحاجة، اتحقق من كل حاجة. وما نيفر تراست كلاينت سايد، ما فيش تراست للكلاينت. الكوكيز قال لك بتتلعب بالكوكيز اللي هي السيشن اي دي وديت. قال لك ازاي بتعملها؟ الديف تولز ابلكيشن، تفتح الكوكيز، تعدل القيم، تغير الاكسبايري، تغير الاي دي اس، الرولز، تنسخ الكوكيز من جهاز تاني. ازاي تحمي نفسك بقى؟ ما تعتمدش على الاكسبايري من الكوكيز، ما تعتمدش من الكوكيز، لازم تتاكد من السيرفر. لازم السيرفر هو اللي يقول لك يحدد الصلاحيه. لازم تشفر، تعمل هاش وانكريبت. لازم تتحقق من كل كوكيز. لازم الكوكيز تكون صغيره وتتجدد باستمرار. ودوت كان الكوكيز الاتاكس رقم 6 والاتاكس رقم 8 اللي بيتكلموا عن اللي هي الستيت. احنا اتفقنا في اول المحاضره اللي انت كان في حاجه اسمها زمان الستيت ليس، ودوت ان هو ما يعرفش حاجه عنك، ما يعرفش اي معلومات عنك. غيرناها بستيت. الستيت ديت يا اما بنخزنها في الهيدن، يا اما بنخزنها في الكوكيز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.